الكريب وجمال الكريب. لو عندك كوباية لبن وبيضة هنعمل بيهم 6 حبات كريب، انما ايه، تحفة بجد. احلى واجمل من اي مطعم بره، واوفر وارخص من اي مكان ممكن تشتري منه كريب جاهز عشان تعملي فيه كريب لاولادك. تعالي اقولك طريقة الكريب بطريقة اقتصادية وحلوة جدا وموفرة. عجينة الكريب كلها هنعملها في الخلاط بطريقة سهلة جدا. هنجيب بيضة وكوباية لبن حليب كامل الدسم، ولو ما عندكيش حليب وعندك لبن بودرة هتجيبي معلقة لبن بودرة وعليها كوباية مية، وهحط عليهم كمان هضيف عليهم 4 كوبايات دقيق عادي، ممكن تجيبيه من عند العطار او اي نوع، مش هيفرق معانا خالص. وهحط عليهم معلقة صغيرة ملح وربع كوباية زيت، تكون زيت عندك ريحته حلوة، ولو زيت ذرة هيبقى اجمل. وهضيف عليهم هزودهم ميه. انا حطيت كوبايه لبن، هحط قصادها كوبايه ميه وهفضل اضرب فيهم في الخلاط. لو احتاجت لحد من العجينه هتكون سايله ممكن اضيف كمان نص كوبايه، هتحتاج معايا نص كوبايه ميه كمان. يبقى انا كل الكميه اللي عندي هحط بس كوبايه لبن وباقي الكميه ميه لحد ما تلاقي عندك العجينه بالقوام اللي انتوا شايفينه. اهم حاجه في الكريب بعد ما اضربه كويس عندي سواء بالهاند بلندر او في الخلاط او بمضرب يدوي، ان انا اصفيه بمصفى ضيقه جدا كويس خالص، بحيث ان كل التكتلات اللي موجوده عندي هتطلع معايا في المصفى، واسيبه يرتاح لمده نص ساعه. هحضر عندي طاسه الكريب زي ما انتم شايفين، هحطها على البوتاجاز، هسخنها كويس جدا وهديها مسحة زيت بسيطة خالص في أول واحدة. هنا ممكن أول واحدة تبوظ منك عادي، ده طبيعي مش مشكلة، لحد ما الطاسة تاخد الحرارة بتاعتها وأبدأ إن أنا أشتغل في باقي الكمية عندي. بعد ما تسخن كويس هنزل بيهم بالعجينة بمقدار على حسب المقاس بتاع الصينية. أنا المقاس بتاع صينية الكريب عندي مقاس 36، وبياخد عندي كوباية بكوب من عياري زي اللي انتوا شايفينه، فبصبها فيها. هعمل واحدة كمان معاكم شايفين بالشكل ده. انا مليت عندي كوباية المعيارية وهنزل بيها والف الطاسة. العجينة معايا هنا مش تقيلة، العجينة خفيفة، بحيث ان انا لما الف الطاسة بالشكل ده خلاص هي قوامها بينزل وسلس. لو عندي العجينة هنا سميكة مش هتلف معايا. اول ما الاقي عندي الجوانب بدأت تفك عندي هبدأ ان انا اخد الكريباية وهبدأ ان انا اقلبها. انا يدوب بس هديها ثواني بس على الناحية التانية، مش عايزاها تاخد اي لون، يدوب بس تتشمع معايا وبعد كده بخرجها. انا هنا حطيتهم فوق بعض، ما تخافيش عادي مفيش مشكله، مش هيلزقوا في بعض خالص. اهم حاجه انك انت لما بتحطيهم تغطيهم بفوطه نظيفه عشان يفضلوا محتفظين بالحراره وتطرى معاكي حبه الكريب. انا هنا عملوا معايا 6 حبات كريب، دول 5 وفي واحده كمان عملوا معايا 6 حبات كريب. شايفين طريه جدا وشفافه وحلوه وقوامها حلو. وكمان العجينه بتاعت الكريب خفيفه مش سميكه. دلوقتي ممكن تلاقي ان الكريب ده بيتباع جاهز وهتلاقيه مكلف، انت لو عملتيه بنص كيلو دقيق هيطلع معاكي 6 كريبات حلوين قوي. هنا هحضر معاك، انا هعمل الحشوة معاكم في الكريب بحشوة الستريبس. انت ممكن تعمليه بحشوة شاورما او حشوة سجق، الحشوة اللي انت عايزاها. بس انا هنا الستريبس ده انا كنت مفرزاه. هبدأ ان انا اطلعه عندي، طلعته عندي من الفريزر وسخنت عندي الزيت، بقي الزيت عندي سخن وسط. لما بطلعه من التفريز على طول انا بحطه في الطاسة وبقليه على طول، مش بعمل اي حاجة تاني وما بسيبهوش ان هو يفك معايا نهائي. ممكن كمان تستخدمي لو عندك ستريبس جاهز ممكن تجيبيه وتقليه برضو بنفس الطريقة. طبعا الحشوات بتاعت الكريب مختلفة وحسب الحشوة اللي انت بتحبيها او اولادك بيحبوها. ممكن تعملي حشوة شاورما، حشوة سجق، حشوة كريب بالبطاطس، والحشوة كريب بالجبن المشكلة. يعني كل الانواع تقدري تصنفي فيها وتعملي فيها اللي انت عايزاه والنوع اللي اولادك بيحبوه. انا النهارده عملت عندي كان عندي الستريبس في الفريزر، فعملت عندي الستريبس وبعد ما حمرته قطعته قطع. وهجيب معايا، ركزوا معايا كده انا في طريقة لف الكريب. انا جبت هنا الطاسة سخنتها كويس، رجعت تاني وحطيت الكريباية وقسمتها تقريبا نصين بس مش متساويين. حطيت حبة كاتشب وهنزل كمان بحبة الستريبس، وبعد كده هنزل عليهم بصوص الكاتشب كمان والمايونيز. وكمان حطيت حبة فلفل، ممكن تحطي فلفل الوان، انا حطيت فلفل اخضر شرايح، ونزلت بالكاتشب. وبعد كده بحبة مايونيز كمان هجيب عندي جبنة موتزاريلا هحطها عليها عشان لما اقفل خلاص بتتماسك معايا مع الكريب. هبدأ ان انا الفها
مثلث بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقته سهلة جدا وبكل بساطة. المهم ان انا بسيبه دلوقتي على النار، على نار هادية، بحيث ان الجبنة الموتزاريلا تبدأ تسيح معايا. هيتشمع معايا ويتحمر على الوش ده، وهبدأ ان انا اقلبه على الناحية التانية لحد ما الجبنة الموتزاريلا تسيح وكمان يتحمص معايا. هنا انت بتتحكمي، لو عايزة طري شوية يعني انت بتتحكمي زي ما انت عايزة. بتحبي تنشفيه فنشفيه زي ما انت عايزة. هعمل كمان واحد كمان، نزلت بالجبنة الموتزاريلا وعليها الستريبس، وبعد كده هديها الصوص بتاعي. ممكن تستخدمي صوص جبنة شيدر. اهم حاجة الصوصات دي ده انت وذوقك وزي ما اولادك بيحبوا. نزلت بالكاتشب والمايونيز، وهنزل كمان بالشرايح الفلفل الاخضر، وهنزل كمان بشو حبة جبنة موتزاريلا، وهبدأ ان انا الف لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. بجد هو جميل جدا وحلو جدا، ويدوب من كام حبة ستريبس عملت 6 حبات كريب، وسعرهم كويس جدا. وكمان بحط الحشوة اللي انا عايزاها والكمية اللي انا عايزاها، بتكتري بتقللي. ممكن الحشوة دي تحط معاها رومي مدخن، بتكون خطيرة. شايفين معايا، شايفين الحشوة والجبنة سايحة ازاي؟ فعلا يعني هتاكلوا صوابعكم وراه من جماله وحلاوته. والحجم كبير، هنا الطاسة 36 سنتي، يعني انت لو عملت في طاسة 30 سنتي هتطلع معاكي كمية كريب اكتر من كده، لكن هنا الطاسة حجمها 36 سنتي. لو وصلت معايا لحد هنا حطي لايك واشتركي في القناة وكومنت حلو كده زيك، وهتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. وان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. مع السلامة.